السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض القرص المبسوسة او الطرية كده او الفلاحي. بجد هي حلوة قوي وطعمها حلو قوي وريحتها تحفة بجد. زي ما انتوا شايفين، تقدري بقى تاكليها مع حتة جبنة كده مع كوباية شاي بلبن. بجد احلى فطار تفطريه. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس. اول حاجه كده انا جبت كوبايتين وربع من الميه الدافيه، حطيت عليهم 6 معالق كبار من السكر. لو انت هتاكلي القرص ديت مجرد كده معاها حته جبنه وكوبايه شاي، كفايه 6 معالق سكر. لو عايزاها تاكليها هي بس هتحطي ال6 معالق دول هتخليهم 10 معالق كبار. بعد كده حطيت معلقه كبيره من الخميره وهقلبهم كويس لحد ما اتاكد ان الخميره والسكر دابوا تماما. هنزل كمان بكيس من الفانيليا. والفانيليا هنا انا استخدمتها لان انا مش هستخدم السمنه بتاعتي، مش هتبقى سمنه بلدي، فالفانيليا دي بتدي طعم ونكهه كده حلوين. هقلبهم كويس واسيبهم على جنب لحد ما الخميره تتفاعل مع بعضها. هجيب بقى الدقيق بتاعي ده كيلو دقيق، هحط عليه رشه الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلب كل الكلام ده كده في العجان لحد ما المكونات دي كلها تمتزج مع بعض. هكون مجهزه معايا بقى كوبايه من السمنه. السمنه دي بدرجه حراره المطبخ، مش سايحه ولا سخنه ولا ساقعه. هننزل بيها كده تدريجي لحد ما كل الدقيق بتاعي يتغلف بالسمنه ويتبس كده كويس. هتكون الخميره بتاعتي طلعت، هنزل بقى بيها عليها واعجن الكلام ده كله كويس جدا. هي بصي العجينه طريه كده بتلزق، بس مش طريه قوي يعني. هسيبها بقى تخمر لمده ساعه. بعد ساعه كده هبتدي بقى اقطعها اي تقطيعه انت عايزاها براحتك خالص. انا جبت كوبايه كده استخدمتها في التقطيع، وبعد كده استخدمت ايدي عادي. مجرد ان انت ايدك عرفتي الميزان بتاع القرصه قد ايه فخلاص انت بتتعودي. سهليها على نفسك يعني براحتك خالص، اعملي الحجم اللي انت عايزاه. هنا هنقطع كده الكميه كلها وابتدي اقرصها كده واحطها في صينيه مش دهناها اي حاجه يعني. وهسيبها بس تخمر. بعد ما احطها كده في الصينيه هضغط عليها كده ضغطه بسيطه واسيبها في الصينيه تقريبا يعني تخمر بتاع نص ساعه. هكون ولعت الفرن طبعا على درجه حراره 200. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش ربع ساعه وبتكون جاهزه واخده اللون من فوق ومن تحت. حسيتي ان هي من فوق عايزه تاخد لون زياده، ممكن تكملي تولعي الشوايه عليها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. يا سلام بقى على كوبايه شاي بلبن، احلى فطار. يا ريت بقى تجربوها واكتبوا لي رايكم تحت الفيديو، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.